أهلا بيكم مع أمجد سعد في كلمة ونصين. الطبيب المصري الذي علم العالم. احنا دايما بنتكلم عن النجاح في العمل، وكمان النجاح في الحياة، وكمان النجاح في جميع المجالات. اتكلمنا عن دائرة الحياة. النهاردة هنتكلم ونحكي سيرة شخصية مصرية ناجحة جدا. هو شخص مصري حديث ومعاصر، كان مؤثر في مجال عمله وكمان في الحياة العامة. هو الدكتور نجيب باشا محفوظ، أستاذ طب أمراض النساء والولادة بمدرسة القصر العيني اللي هي كلية طب القصر العيني حاليا، وكمان رائد هذا العلم في مصر والعالم. اتولد نجيب باشا محفوظ يوم 5 يناير سنة 1882 في مدينة المنصورة محافظة الدقهلية في مصر. دخل مدرسة الطب القصر العيني سنة 1898 ميلاديا، واتعلم واتدرب على ايد الاساتذة الاوروبيين، واتخرج من مدرسة الطب سنة 1902. في سنة تخرج نجيب محفوظ من مدرسة الطب كان وباء الكوليرا انتشر، فصدر امر بتجنيد كل طلبة مدارس الطب والخريجين الجدد للمساهمة في مكافحة الوباء. وكان دكتور نجيب محفوظ في اول الامر هو الكشف على الحالات اللي جاية الى القاهرة عن طريق القطر، ولكن بعدها طلب الطبيب الشاب نجيب محفوظ انه ينقل خدمته الى اشد مناطق انتشار الوباء، اي اكتر مكان الوباء منتشر فيه. والمكان ده كان في قرية اسمها منشا في محافظة اسيوط. وبالفعل سافر الطبيب نجيب محفوظ الى قرية منشا في اسيوط، وكانت دي اول خطوة في طريق نجاحه وانتشار اسمه وشهرته في المجال الطبي. ليه؟ نجح الدكتور الشاب الطبيب نجيب محفوظ في اللي فشل فيه الاطباء الاجانب، وهو اكتشاف مصدر انتشار الوباء. هو تتبع الحالات الموبوءة في نقط انتشارها والحالات المصابة، وبالفعل عرف يكشف المصدر الرئيسي لانتشار المرض، وده كان بير ملوث جوه بيت واحد من الفلاحين. زي ما قلنا اتخرج الدكتور نجيب باشا محفوظ من مدرسة الطب في القصر العيني سنة 1902، وأنهى تكليفه في واحدة من مستشفيات مدينة السويس سنة 1904. وبعدها اتعين الطبيب الشاب نجيب محفوظ كطبيب تخدير في مستشفى القصر العيني، ومن هنا كانت خطوة انطلاقه كأحد أعظم أساتذة طب النساء والولادة على مستوى العالم، لأن من خلال عمله كطبيب تخدير حضر عمليات ولادة كتير، ولاحظ ارتفاع نسبة الوفيات بين الستات أثناء الولادة، وده استفز فيه الإصرار على النجاح والنبوغ. وبالفعل تخصص في حالات الولادة المتعسرة، وابتدى يدرس ويذاكر ويتعمق في هذا التخصص الصعب عن طريق دراسة كل الكتب الأجنبية علم أمراض النساء والولادة. في الوقت ده ما كانش في مصر كلها مستشفى متخصصة لأمراض النساء والولادة، فبالفعل ابتدى يشتغل وقدر يسعف حالات كتير لسيدات متعسرات في الولادة، كان بيروح لهم يولدهم في بيوتهم، وكمان من غير ما يطلب منهم مقابل مادي نظير الولادة. من خلال شغله ده اكتسب الطبيب نجيب باشا محفوظ شهرة كبيرة، وكمان خبرة كبيرة جدا في مجال الولادة المتعسرة. وساعتها جات له فكرة لتأسيس أول قسم متخصص لأمراض النساء والتوليد في مصر، وقدم طلب لمدير المستشفى مستشفى القصر العيني، الطلب لإنشاء قسم للنساء والولادة. بالفعل كان في مبنى جنب المستشفى متكون من 3 أدوار ومش مستخدمينه، فاقترح انهم يستغلوا المبنى ده لإنشاء أول قسم لأمراض النساء والولادة. وبالفعل وافق مدير المستشفى، وتم تجهيز المبنى وتحويله إلى أول مستشفى متخصصة في أمراض النساء والولادة، وده كان سنة 1905. تم تخصيص الدور الأرضي من المبنى كعيادة خارجية لمتابعة الحوامل والإشراف عليهم،
وكمان أسس الدكتور نجيب محفوظ أول قسم لرعاية الأطفال في القصر العيني. وأصبح الدكتور نجيب باشا محفوظ مدرس لعلم النساء والولادة لطلبة مدرسة الطب في القصر العيني، وكمان كان بيدرس في مدرسة الحكيمات والمولدات، وكمان كان بيدرس التمريض العام وفن الولادة لتلميذات المدرسة. وليه كتاب اسمه فن التمريض وفن الولادة، يعتبر المرجع الأساسي للدراسة في مدرسة الحكيمات. عدت الأيام وكل يوم خبرته بتزيد وتفوقه في علم الولادة وأمراض النساء بيزيد. وفي سنة 1932 قدم الدكتور نجيب باشا محفوظ هدية قيمة جدا لمدرسة الطب في القصر العيني. ادالهم نماذج تمثل الأجنة المشوهة. ده مشروع كان هو شغال عليه أصلا في عيادته الخاصة وبيجهزه، وكان جايب له الحاجات بتاعته من فرنسا، الأوعية الخاصة لحفظ العينات، وكمان مواد خاصة لحفظ العينات عشان ما تبص. وعمل حاجة مهمة جدا، انه كتب على كل عينة الوصف التفصيلي ليها وعدد الشهور واسم المرض. العينات دي كانت حوالي 1300 عينة، وهي معروضة في متحف أمراض النساء، والمتحف ده تم إعادة افتتاحه سنة 2018. الدكتور نجيب باشا محفوظ كتب أبحاث ومؤلفات كتيرة جدا بعدة لغات، بالفرنساوي والإنجليزي والعربي، وأصبحت المؤلفات دي مرجع مهم جدا في علوم طب النساء والولادة ورعاية الحوامل. من مؤلفات الدكتور نجيب باشا محفوظ كتاب التعليم الطبي في مصر، وده كتبه باللغة الإنجليزية. الدكتور نجيب محفوظ كتب الكتاب ده بطلب مباشر من الملك فؤاد الأول ملك مصر في الوقت ده، وده كان قبل المؤتمر الدولي لأمراض المناطق الحارة سنة 1929. وكمان كتب كتابين مهمين جدا لأنهم هم أساس المنهج اللي بيتدرس في مدرسة الحكيمات، كتاب فن الولادة وكتاب مبادئ ولادة وكتاب مبادئ أمراض النساء، وكمان كتب كتاب أمراض النساء العملية. وفي كمان كتاب مهم جدا لأنه يعتبر واحد من أهم وأحسن الكتب والمراجع في طب أمراض النساء والولادة على الإطلاق، والأهميته الشديدة تم ترجمته ل7 لغات، اتكتب باللغة العربية وترجم للإنجليزية والفرنسية والإيطالي والأسباني والألماني وكمان الروسي. اسم الكتاب ده أطلس محفوظ. والدكتور نجيب باشا محفوظ كتب كتاب يدون فيه حياته الشخصية ومسيرته الطبية، كتبه باللغة العربية وتم ترجمته للغة الإنجليزية، وكان اسم الكتاب ده حياة طبيب. وكتب كتاب مهم جدا برضو اسمه ثقافة الطب النسوي عند العرب، وده كتبه باللغة الإنجليزية، وكمان كتب حوالي 33 بحث ورسالة علمية. الدكتور المميز نجيب باشا محفوظ تم تكريمه في مصر وعدة من دول العالم، وده لدوره المهم والمؤثر كمان في علم طب النساء والولادة. ومن التكريمات والنياشين اللي حصل عليها الدكتور نجيب باشا محفوظ نيشان النيل، وده كان سنة 1919. وفي سنة 1925 حصل على رتبة البكالوريا من الدرجة الثانية، وحصل كمان على رتبة البكالوريا من الدرجة الأولى سنة 1930. وفي سنة 1937 حصل على رتبة البشوية، وحصل على نيشان المعارف من الطبقة الأولى سنة 1938. وفي سنة 1940 حصل هي المصرية لتاريخ العلوم. وفي سنة 1943 تم منحه العضوية الشرفية بالكلية الملكية للجراحين في إنجلترا، وكمان تم منحه الزمالة الفخرية للجمعية الطبية الملكية بإنجلترا سنة 1947. وسنة 1950 حصل على جائزة الدولة التقديرية،
وكمان حصل على جائزة الملك فاروق للعلوم، ده كان سنة 1951. وسنة 1960 حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم والميدالية الذهبية، وكمان نشان الاستحقاق من الدرجة الأولى، وكمان مكافأة مالية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. فضل الدكتور نجيب باشا محفوظ يشتغل كأستاذ أمراض النساء والولادة بمستشفى القصر العيني لغاية ما وصل سن المعاش، وده كان سنة 1942. ولكنهم طلبوا منه ومدوله 5 سنين كمان عشان يكمل أبحاثه الطبية ومؤلفاته المهمة. كلية طب جامعة القاهرة أطلقت اسم دكتور نجيب باشا محفوظ على كتير من الجوائز المهمة في مجال الطب. وحتى بعد خروج الدكتور نجيب باشا محفوظ على المعاش استمر في التدريس، واستمر انه يدي محاضرات مهمة جدا في جامعات كتير، منها الكلية الملكية لأطباء النساء والولادة البريطانية. توفى الدكتور نجيب باشا محفوظ في يوم 25 يوليو سنة 1974، وكان عمره ساعتها 92 سنة، وساب لعلم طب النساء والولادة ورث كبير جدا من الخبرات والمؤلفات والأبحاث والكتب. اتولى ايد الدكتور نجيب باشا محفوظ كثير من الأمراء والملوك، وكمان الشخصيات العامة والمعروفة ومشاهير المجتمع، ومنهم أديب نوبل الأستاذ الكاتب نجيب محفوظ. استنونا في قصة نجاح جديدة وشخصية جديدة، انتظرونا.